السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غنشاركوا معكم بانكيك بطريقه سهله وبسيطه وكيجي خفيف ولذيذ بزاف وناجح. فيلا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها غناخذوا شي اناء، غنديروا فيه 3 ديال البيضات، شويه الملحه، ونخلطوا ديك البيض مزيان مع بعضياتو. من بعد كنضيفوا 4 كاس ديال السكر و4 كاس ديال الزيت، ولا كانت الزبده تقدروا ديروا بلاصه الزيت ديروا الزبده ذوبوها وكتجي حسن. وصافي كنكملوا التخلاط ديال داكشي مع بعضياتو مزيان. عاد كنضيفوا نص يطرو ديال الحليب ونخلطوه عاوتاني مع بعضياتهم داكشي كامل. ومن بعد كنضيفوا معلقه صغيره ديال العسل، وكنضيفوا القشور ديال الحامض باش كنحيدوا ديك الزفوره ديال البيض. ومن بعد ولا الفاني ولا اي نسمه نتوما عندكم. من بعد كنضيفوا تقريبا 2 كيسان ديال الطحين، ولكن الطحين كيبقى على حسب عاوتاني الخليط. ومن الخليط خصو يكون شويه ثقيل، غير شويه ثقيل على الخليط ديال البغرير. ومهم وصافي من بعد كنضيفوا عاوتاني صاشيه ديال الخميره الحلوه. وصافي كنعاودو نخلطوا داكشي مزيان مع بعضياتو، نخليوه يرتاح واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق بحال هكاك. كناخذوا شي مقله اللي ما كتكونش كتلصق، اللي كنطيبوا فيها البغرير. هذيك مقله ديال الطيفان كتكون مخبيه، هذيك ديال البغرير ديال لي كريب ديال هذا الشيء. هي كناخذوها كنخليوها تسخن واحد شويه، وصافي كنبداو نحطوا فيها. وفيما فاش تبان لينا شويه تحمر لتحت كنعاودو نقلبوها باش يتحمر الجهه الاخرى، وصافي كيكون طاب ديك الساعات. وصافي من مورا ما كنطيبوا كاع لي بانكيك ديالنا كنقدروا نزينوهم باش ما بغيتو تقدروا ديرهم العسل، حنا درنا لهم شويه الشكلاط. وصافي كما كتشوفوا كيجيو ناجحين 100%، والطريقه سهله وبسيطه
وهذا ما كان، هذا كيكون هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد حنا كنديروه. شكرا لكاع الناس اللي كيدخلوا كيتابونا ولا كيديروا لايك وكيكتبوا كومونتير، شكرا لكم بزاف. تهلاو في راسكم وفي الناس اللي عزاز عليكم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.